في فقاعة عقارية هتحصل وأسعار العقارات هتقع في الأرض. أنت فاكر شركات العقارات بتقسط على 15 سنة ليه؟ ما عشان مش عارفين يبيعوا. أنا عارفة أنت نفسك الكلام ده يبقى حقيقي، بس الصراحة مش حقيقي خالص. على فكرة العكس تماما، الشركات بتكسب حلو جدا، والمطورين العقاريين عاملين مبيعات ممتازة في 2025 ومساعدهم على ده التقسيط على مدة طويلة. والشركات بتعمل كده عشان تنافس بعضها وعشان يوصلوا لاحتياجات العملاء بتاعتهم، ومساعدهم على ده كمان استقرار الاقتصاد في الفترة الأخيرة. تعال نبص على مبيعاتهم في الربع الأول من 2025. بالم هيلز بايعة أكتر من 80 مليار جنيه، وطلعت مصطفى 77 مليار جنيه، أعمار بايعة ب 24 مليار ونص، وماونتن فيو بايعة أكتر من 20 مليار، أورا أكتر من 17 مليار، ونيو جيزة 17 مليار برضه، لافيستا نفس الرقم، هايد بارك 16.5 مليار، ومدينة مصر أكتر من 12 مليار، ومراكز بايعة ب 8.5 مليار جنيه. دول أكبر 10 مطورين باعوا في الربع الأول من 2025، بايعين لوحدهم ب 290 مليار جنيه. ما بالك بقى ببقية المطورين اللي في السوق كله. على فكرة التوتال في الربع الأول من 24 كان 235 مليار جنيه، يعني السنة دي زايد 23%، وده مش رقم بسيط، ده مليارات، واتحققت في سنة واحدة بس. كل الناس بتقول إن المبيعات بتقل والسوق في النازل، والناس خلاص هتبطل تشتري وتستثمر. الأرقام قدامنا أهي بتقول العكس تماما. تفتكر بقى المطورين مش بيكسبوا وفي فقاعة عقارية هتحصل؟ لو أنت مصدق الكلام ده اعمل لي فولو عشان هعرفك الحقيقة.